خذوني معكم بويا انا ما اريد اظل هنا، خذوني مثل اخت سكينة، مثل فلانة مثل فلانة. بويا خذوني خادمة لكم بالطريق، يقلها قومي 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 لردة ودعك يا العليلة. يا بويا يا مسافرتنا طويلة، تعلت يبكي حزنانا وعليلة، تتوجه وتصيح الله أكبر، تصيح الله أكبر بويا تمشون وياه بحالي لا ريحتوا توصوا، تخلوا لي عليلة شلون ترضون، وعلى فراق الأهل هيهات ما يقدر. يبويا يظل بس عمي محمد الوالي عليل، وصار حاله مثل حوالي، شلي بالبيت كوني البيت خوالي. قال لها الحسين بني ارجعي، لا طاقة لك على المسير. تقول لابويا يا ابويا خذنا وياك خذنا وياك بويا مو عليلة، مو عليلة وعلى ضعنك يا ابويا مو ثقيلة. قالها الحسين بني فاطمة ارجعي إلى الدار، إذا وصلنا العراق ونلنا المراد راح أودي لك أخوك علي الأكبر، أودي لك عمك العباس يجيبونك إلنا. رجعت هذه البنت في كل يوم تجلس على باب الدار على قارعة الطريق تنظر، تسأل الرايح والجاي عن أبوها عن أهلها، تقول أنا عليلة أنا عليلة عليلة أنا عليلة وهلي من فارقوني. بويا الأفراقهم غلن عيوني، وأنا ويانا اللي ناشدهم يجوني بأهل المروة وياخذوني. بويا أنا وحشة الدار وحشة الدار اخطفت لوني، تشاوين تشاوين وعد الواعد وني. يومين 10 إلى أن سمعت بأن ضعن الحسين قد رجع، اجت هيئت دار ابوها دار عمها، وهيئت نعم المهد الى اخيها الرضيع، واذا بالباب تطرق. هاي الباب اللي طرقت ايها الاعزاء هاي كانت زينب. طلعت هذه الطفله باوعت، ما عرفت زينب، شافت امراه كبيره متغيره. عاد هنا قام تسالها كانه تسالها لسان الحال، مو تسالها على انها عمتها، تقول لها شهبتك وانت شديت انتباهي، خالق الليل على بختك انت يا اهي، بيك اشم ريحة حنايا او كن عرفك من زمان، او هالوجه معلوف ليا
تقلها سامحيني هنا يا خالة ما قلت ليك يا هلا خالة حقه خالة من حقه يتداهن كل من مفارق ولا ارسوم وجهك ذكرتني بوحدة هسه بكربلاء عندي عمة تشبهك انتي بجهذيك مدللة يا سوالف هالحنين التحكي بيها انا وبنيات عمي نجل عليها ونقعد بهذا المكان عمة كان نعرفك من زمان دخلت جابت ماي انطت الى عمتها زينب تقلها هات شربي امي يا خالة وخلى نشديد شمس من جبت ليش طاري عمتي ليش دمعك شفت السايا انت حرمة بين صيلة وشعب عن اهلك دلايا عاد هنا زينب شبقتها وصاحت شبقتها وصاحت يا عيوني اشوك لكم بعد ما تعرفوني انا عتبي على اخوتي الضيعه اللهم نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها يا الله اللهم عن فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره والذابين عنه اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا عن ذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور اللهم شاف جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة اللهم ارحم أمواتنا جميعا ونهدي ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح أمواتكم وأمواتنا وأموات المؤسسين والموتى المدفونين في مقبرة وادي السلام إلى أرواح جميع الشهداء والصديقين وروح السيدة الطاهرة أم البنين نهدي ثواب مجلسنا وثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد